بزاف ديال الجرائم في السنوات الاخيره ولاو كيوقعوا بسبب الديتين ابس اولا مواقع المواعده اللي ولات كتعتبر مكان مثالي باش اي شخص يدير ماسك على شخصيته الحقيقيه ويلبس الماسك اللي بغى. كل واحد كيختار البروفايل اللي غيعطيه واحد الصوره زوينه في وسط هذا العالم الافتراضي، وهاد الصوره الوهميه هي اللي غتخليه اولا غتخليها تجيب الشريك المثالي اللي كتقلب عليه. ولكن ماذا لو وقع العكس وفي العوض ما تلقى الشريك المثالي، غادي تلقى القاتل المثالي. وهذا الشيء تماما اللي غادي يوقع في القضيه اللي غادي نسمعوا اليوم، وماشي كيف ما كنسمعوا في اغلب القضايا الضحيه كتكون هي البنت. هاد المره الضحيه غادي يكون راجل. هاد القضيه من اخطر القضايا اللي وقعوا في الهند، لدرجه انه دار عليها كتاب اللي سميتو سوايب رايت تو كيل، وهذا الكتاب فيه التفاصيل كاملين ديال القضيه اللي غتسمعوا اليوم. السلام عليكم، وخا معطله ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. القضيه ديال اليوم قضيه اللي زوينه بزاف وفيها بزاف ديال العبر، عندكم ما تكملوهاش واخا فيها شويه ديال التفاصيل ولكن كلهم عندهم علاقه بالقضيه. المهم ما نزيدش نطول عليكم، القضيه فيها ما يتقال. ما تنساوش لايك، الناس جداد ديروا سبسكرايب وفعلوا الجرس باش تشوفوا قضايا زوينين وحصريين، ونتلاقاو من ورا الانترو. أحداث القضية وقعوا في الهند وبالضبط في مدينة جايبور. نهار 2 ماي 2018 دوشانت شارما اللي عنده 28 سنة رجع للدار من الخدمة ديالو تقريبا مع 6 ديال العشية. دوشانت كيخدم كبروجيكت ماناجر أو مدير مشروع في واحد الشركة ديال التعدين والتنقيب على المعادن. كيف ما وصل للدار مع 6 خدا دوش كلا شي حاجة وغادي يجلس مجمع مع والديه ومراته اللي كانت سميتها بيتو، حيت دوشانت كان مزوج وعايش مع والديه. تقريبا غادي توصل 6 ديال العشيه، مراتو غادي ترد البال ان دوشانت جاه واحد الميساج في التليفون، ومن ورا هذاك الميساج غينوض في ساع من بلاصتو، مشى بدل حوايجو، لبس حوايج جداد، دار بارفان ديالو وبدا خارج من الدار. حيت غالبا دوشانت على حسب هذاك الشيء اللي كتقول مراتو انه كيجي عيان باغي غير ياكل ويرتاح ويجمع معاهم ويمشي ناس. داكشي علاش غتسولو هي وباه اشنو هي هاد الخدمه اللي ضروري خاص تخرج ليها في هاد العشيه وانت يلاه رجعتي منها. دوشانت قال لهم راه صيفطوا لي ميساج وقالوا لي بلي واحد الكاميون ديال الحجر اللي كيديروا به التعدين راه البوليس شدوه، وبما انه هو مدير المشروع فضروري خاصو يمشي يشوف اشنو واقع. مراتو وباه طبعا ما غيشكوا في والو، حيت اصلا هاد القضيه ديال ان شركات التعدين والتنقيب على المعادن في الهند معروفين ان عندهم مشاكل مع الامن، وديما كيزفوا عليهم وكيحاولوا انهم يديروا لهم العصافه الرويضه. المهم حنا ماشي سوقنا فيهم، حنا غرضنا في هذاك العفريت ديال دوشانت فين غادي في هذاك الليل. المهم خدا السوارد ديال الطوموبيل من عند باه، قال ليه ما غاديش نتعطل تقريبا ساعه وغنرجع، وسد الباب وزاد. ساعه غتولي ساعتين، وساعتين غتولي 4 سوايع، ودوشانت مازال ما رجع. عائلته كانوا كيتسناو غير الباب يتحل ودوشانت يدخل للدار، واخا هذيك الحاله اللي خرج بها كتبان ماشي ديال شي واحد اللي غادي يخدم. كان لابس حوايج زوينين جداد، دار احسن ما كان في ايديه ورش بزاف ديال الريحه، ولكن مع ذلك ما داو ما جابو. ونقدروا نقولوا انهم ما شكوا في والو. علاش؟ حيت دوشانت اصلا ماشي من هذوك الولاد اللي اجتماعيين، كيبان طوائي، وزيد على ذلك انه كيحشم بزاف، وسنين هادي وعائلته كيشوفوه من الدار الخدمه للدار. يعني نقدروا نقولوا انه راجل اللي ستريكت دي غوردي. وحقا نسيت ما قلتش لكم ان عنده وليد عنده عام. فاش وصلت 10:15 ديال الليل راه مش غيتصل بولدو باش يعرف فين تعطل حتى لهاد الوقت. وفي الوقيته اللي كان كيتصل مراته ومرات ولدو كانوا جالسين حداه وكيتسناو دوشانت يجاوب. التليفون بقى شحال هو كيصوني وفجاه غيقطع عليه، غيعاود يصوني عليه المره الثانيه، وحتى هاد المره غادي يقطع عليه. ما كانوش فاهمين علاش دوشانت كيقطع لابيل. قالوا ممكن غيكون مشغول في الخدمه او لا عنده شي ميتينغ او لا شي حاجه، داكشي علاش ما قدرش يجاوب. من ورا نص ساعه مراته غادي تعاود تتصل به، التليفون شحال هو كيصوني، ولكن هاد المره دوشانت غيجاوب. قالت ليه فينك، واش ما كتشوف الساعه راه الوقت معطل وحنا كنتسناو فيك، وقالت ليه علاش قطعتي على باك في التليفون. بيتو كانت كتهضر معاه وهي معصبه، ولكن غادي ترد البال ان دوشانت فاش غيجاوبها كان كيبان من الصوت ديالو بحال كيترعد وكيرجف. قال لها صافي غير سيري تنعسي وقولي لبا وامي ما يتخلعوش، راه مازال غادي نتعطل حيت البوليس حبسوا ليا 7 ديال الكاميونات
وخاص ندير بزاف ديال الاجراءات باش نحل هذا المشكل. وغيقطع لابيل بلا ما يعطيها فرصه تزيد تسول اسئله اخرين. ولكن بيتو ردات البال فاش كان كيهضر وصوته ماشي هو هذاك، سمعت واحد التوشويش حداه اللي كان صوت ديال المراه. بيتو كانت كتثق في راجلها بزاف، فما خلاتش فرصه للشيطان باش يبقى يوسوس ليها شكون هذيك المراه اللي سمعت الصوت ديالها. وفعلا دارت داكشي اللي قال لها ومشات نعسات. ولكن باه ما غيديش النعاس، بقى الليل كامل هو شاد التليفون وكيصوني عليه، وهديك ساعه التليفون غيكون طفى ودوشانت مازال ما كاينش الحس ديالو. عائلته غيبداو يحسوا ان شي حاجه ماشي هي هذيك. راميش باه غيتصل بعائلته يعلمهم حيت كان خايف على ولده، وفي البلاصه غيجي عند ولد خوه وغيمشيو في الموتور كيقلبوا على دوشانت، وبالضبط غيمشيو للبلاصه اللي كيخدم فيها. لقاو الدنيا خاويه كتصفر وحتى واحد ما كاين. غيعيطوا على واحد من صحابو اللي خدامين معاه باش يعرفوا واش فعلا البوليس وقفوا لهم شي كاميون. والصدمه ان صاحبو غيقول لهم لا، ما كاينه حتى حاجه من هذا الشيء. راميش كيف كيقول هذيك الساعه حس بواحد الاحساس اللي خايب بزاف، وتفكر النهار اللي تولد فيه ولدو دوشانت وهذيك الفرحه اللي حسوا بها، حيت راميش كانوا ماتوا ليه جوج ديال الاولاد، واحد مات بكسيده وواحد مات موته عاديه. وفاش ولدو دوشانت كان هو الفرحه والعوض ديالهم. وطبعا كاي واحد ماتوا ليه ديجا جوج ديال الاولاد فاكيد غيخاف على ولدو الوحيد اللي بقى عنده. العائله ديال راميش كانوا كيقولوا ليه ما تخافش، راه غيرجع، ما عنده ما يوقع ليه، راه راجل وماشي ولد صغير، ممكن عنده شي حاجه وما بغاكمش تبرزطوا معاه. ولكن اللي حتى واحد ما كان عارف ان دوشانت هذيك الليله فاش لبس وتقاد وخرج ما كانش خارج على قبل الخدمه كيف قال. دوشانت كان عنده موعد غرامي مع واحد البنت اللي هي برياسات، وخا يبقاو يتسناو حياتهم كامله ما عمره ما غيعاود يرجع لا في هذيك الليله لا في غيرها. برياسات الشخصيه الاساسيه في هذه القصه، وهي اللي دار على هذاك الكتاب اللي هضرنا عليه في الاول. غادي تزاد في واحد المنطقه في الهند اللي سميتها فانا، واللي كاينه بالضبط في ولايه راجستان. باه هو مستر شوك، استاذ جامعي كيقري العلوم السياسيه في الجامعه، ولكن واخا باه استاذ جامعي راه ماشي لاباس عليهم، فقط كينتميو للطبقه المتوسطه. مستر شوك ربى ولادو كيف كنقولوا بالحلال، كان خدام عليهم، كيقريهم وكيعطيهم احسن ما عنده. بريا حتى هي كانت بنت ذكيه وكانت موهوبه وكانت كتقرا مزيان، حيت باه كان كيقول لها ان القرايه هي الحاجه الوحيده اللي تقدري تبدلي بها حياتك، حتى الا ما عطاتكش بزاف ديال الفلوس على الاقل غتخليك تعيشي بكرامه. بريا كيف كنقولوا بالدارجه كانت محمره وجه باها في القرايه، وكانت كتجيب معدلات اللي زوينين، وغالبا كانت كتجي هي الاولى. باه مستر شوك ما كانش كيدوز شي مناسبه بلا ما يفتخر ببريا وسط العائله مع صحابو. المهم كانت هازه ليه راسو للسما. وهاد الجوائز اللي كتشوفوا كؤوس وميداليات كانوا كلهم ديال بريا، ربحاتهم في بزاف ديال المسابقات ديال القراءه والكتابه وحتى ديال الرقص ورياضات اخرين. بريا كانت مثال ديال هذيك الطالبه المجده اللي كتقرا ومتفوقه في كل شيء. ولكن واخا هكاك بريا كان عندها واحد الادر سايد او جانب اخر. كانت بنت اللي عصبيه بلا قياس، اللي فاش كتنوض كتقدر تهرس اي حاجه لقاتها قدامها. وكيف كيقول باها بريا ما كانش كتخاف بحال البنات الاخرين، وكانت عندها شخصيه انتحاريه، يعني تقدر دير اي حاجه بلا ما تعرف العواقب ديالها. بريا فسالات الهاي سكول بواحد المعدل اللي هو 90%. ما عرفتش كيفاش في الهند كيحسبوا لي نوت، ولكن نقدروا نقولوا بحال خدات الباك ب 19. غادي تمشي تعيش في مدينه جايبور، حيت غادي تمشي تقرا في واحد الجامعه اللي سميتها باريشكار يونيفرسيتي. هاد الجامعه كيتقراو فيها الفنون وحوايج اخرين. بريا بدات كتقرا في الجامعه، غادي ترد البال ان اغلب الطلبه اللي كيقراو معاها كيلبسوا لباس اللي غالي، اغلبهم عندهم طوموبيلات، البنات كيلبسوا غير لي مارك، حيت اغلب الطلبه اللي كيقراو في هاد الجامعه كانوا والديهم لاباس عليهم. وهنا بريا غادي تطيح في الفخ ديال المقارنه. بدات كترد البال ان حوايجها الموديل ديالهم قديم بزاف مقارنه مع البنات الاخرين، وهما فاش كانوا كيخرجوا من الجامعه كانوا كيركبوا في طوموبيلاتهم، وهي كانت كتبقى تسنى في الباص. وحتى لي زاكتيفيتي اللي كانوا كيديروا في الويكاند ما كانش كتقدر تشارك معاهم، حيت كانوا كيتلاقاو بيناتهم وكيمشيو لريستورات غاليين وكيجلسوا في بلايص اللي غاليين. فبريا كانت كتحس ان هذوك الطلبه اللي كيقراو معاها كانوا هاربين عليها وما عمرها غادي تلحق عليهم، مع العلم ان باها كان كيصيفط لها كل شهر المصروف ديالها، الماكله والكرا والاساسيات اللي كيخصوها. ولكن بريا طاحت في الفخ اللي ما كانش خاصها تطيح فيه. وهنا غادي تبدا تقلب على طرق ووسائل
باش تولي تعيش نفس هذاك اللايف ستايل اللي كتشوف البنات كيعيشوه. ما علينا غادي تدخل الانترنت وبدات كتقلب في الوظائف والاعلانات. كانت كتقلب على شي خدمه اللي تكون سهله بدوام جزئي وفي نفس الوقت يكونوا فيها الفلوس بزاف. وفعلا فاش كانت كتقلب غادي يبان لها واحد الاعلان ديال واحد الخدمه اللي فيها الفلوس بزاف وما كتطلبش بزاف ديال المؤهلات، وهاد الخدمه تقدر تدار في اي وقت. خدات الرقم اللي فيه الاعلان وغادي تتصل بهم باش تفهم النوع ديال هاد الخدمه سهله الماهله. للاسف الناس اللي اتصلت بهم كانوا عصابه ديال الدعاره كيقلبوا على بنات صغار زوينات، كيقلبوا على خدمه باش يخدموا كبروستيتوت او لا عاملات جنس، بالدارجه بنات الليل اللي غتكون الخدمه ديالهم يخرجوا مع رجال اعمال وناس اللي عندهم الفلوس بمقابل مادي اللي كبير. واي بنت خدمات معاهم الا جابت لهم بنت اخرى حتى هي تخدم معاهم كيعطيوها بونس او لا مكافاه. بريا غيبان لها هادشي ماشي شي حاجه اللي صعيبه انها تجيب لهم بنات. الاشكال الوحيد اللي كان عندها انها هي تخدم كبروستيتوت او لا فتاه ليل. داكشي علاش خدات ايام وهي كتفكر في هذا العرض المغري. وهذوك العصابه ديال هاد القياد كانت كل ما كتزيد تعطل باش تجاوبهم كانوا كيحاولوا يضغطوا عليها بواحد الطريقه عكسيه. كانوا كيقولوا لها انت باينه ما غتصلحيش لهاد الخدمه، صافي غنشوفوا بنات اخرين، باش في ساعه تقول اوكي وما تحسش براسها ضيعت هاد الفرصه. وفعلا هاد الطريقه اللي داروا معاها غتنجح. وبريا في ظرف ايام قليله غادي تولي وحده من بنات الليل، والاسم اللي غتولي معروفه به هو نيها، الاسم ديال الشهره. نيها اولا بريا بدات كتدخل فلوس بسهوله، شويه بشويه بدا اللايف ستايل ديالها كيتبدل، ولات كتلبس حوايج غاليين، مكانات غاليين، ولات كتقدر تخرج مع البنات البلايص اللي كيمشيو ليهم، وحتى انها ولات كتشرب وكتعاطى المخدرات. ووالديها كان كيصحاب ليهم ان البنت راها كتقرا قرايتها. وليكن في علمكم ان بريا هذيك الساعه كانت عندها يلاه 21 سنه. بعض المصادر اللي هضروا على هذه القضيه كاين فيهم اللي كيقول ان بريا كانت بنت ليل اللي كتمشي مع رجال الاعمال والناس اللي مرفحين، كتقدم واحد سيرفيس اللي معروف وكتخلص عليه. ولكن مصادر اخرين اللي منهم هذا الكتاب اللي دار على القضيه اللي هو سوايب رايت تو كيل كيقول ان بريا ما عمر شي واحد من هذوك الزبائن اللي كانت كتمشي معاهم ما عمر شي واحد فيهم قاسها. قالوا ان بريا كانت فعلا كدير معاهم في الهوتيل، ولكن فاش كانت كتدخل عندهم كانت كتهددهم انها غترفع عليهم قضيه ديال الاغتصاب وغدير لهم الشوهه. المهم كانت بشي طريقه كتبتزهم وكتاخذ عندهم الفلوس بلا ما دير معاهم والو. ما علينا بريا غادي تحبس الجامعه في خطره وما بقاتش كتقرا، وقادات بزاف ديال لي بروفيل في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع المواعده، حطات فيهم تصاور زوينين ومقادين، وبدات كتستهدف واحد الفئه خاصه ديال الرجال اللي كانوا ما بين 30 و 50 سنه. وغتبدا تقلب على الرجال اللي لاباس عليهم او اللي عندهم وظائف كبيره، ومن الافضل الا كانوا مزوجين، حيت حتى الا نصبات على شي واحد فيهم ودات ليه فلوسه وبتزاتو ما غاديش يقدر يبلغ عليها ويفضح راسو، حيت طبعا عنده عائله وما غاديش يبغي الشوهه. وهذوك العصابه اللي كانت تعرفات عليهم وخدمات معاهم في الاول غادي تستقل عليهم وغادي تولي خدامه بوحدها. ولات هي اللي كتصيفط للرجال تصاور ديال البنات وكتقول لهم اختاروا البنت اللي بغيتو. فاش كيختاروا البنت وكيتفاهموا معاها على الثمن والبلاصه اللي غالبا كتكون اوتيل، بريا كتمشي عند هذوك الرجال اللي كيكونوا ديجا مريزيرفين وكيتسناو في البنت تجي عندهم، وكتمشي عندهم كتاخذ عندهم الفلوس زعما الخلاص هو الاول قبل السيرفيس، وكتقول لهم باللي البنات راهم جايين في الطريق. المهم في الاخر بريا كتاخذ الفلوس وكتقولبهم وما كتجيب لهم حتى بنت. وطبعا هاد الرجال واخا كيتنصب عليهم ما كيقدروا يقولوا والو وما غيقدروش يديكلاريو بها ويقولوا انها نصبات عليهم، حيت اغلبهم كانوا مزوجين ورجال اعمال، وكانوا فيهم حتى شي وحدين اللي كانوا من المشاهير. بالنسبه لهم ماشي مشكل يخسروا الفلوس، ولكن ما يخسروش السمعه والمكانه ديالهم وممكن حتى عائلتهم. بريا بقات غاده على هذا الحال كتنصب على راجل من وراء الاخر وكتبتزهم بلا حتى واحد ما يدي منها قد هكا. بريا ما كانتش ذكيه غير في القرايه صافي، كانت ذكيه حتى في النصب والاحتيال. ولكن واحد النهار غادي تطيح مع واحد الشخص ماشي بحال هاد الرجال اللي فات. وبالضبط سنه 2014 هذيك الساعه بريا كانت عندها 23 سنه. غادي دير نفس البلان مع واحد الشخص، وعدته انها غتجيب ليه بنت. في الاخر خدات الفلوس وقلباتو، ولكن هاد الشخص غيمشي يديكلاري بها عند البوليس في مدينه جيبور. وفعلا بريا غادي تشد. وباش نفهموا واحد الحاجه كاملين، في الهند عندهم واحد القانون اللي في شكل
اللي هو ان مهنه بروستيوتوت او لا بنت الليل مهنه اللي قانونيه، واي بنت تقدر تخدمها بشكل قانوني، حتى واحد ما يقدر يحبسها او لا تشد في الحبس بتهمه الفساد. ولكن اللي ماشي قانوني انك تكوني كديري مهنه القواده. سمحوا لي على هذه الكلمه ولكن ما لقيتش بديل. يعني تكوني بنت الليل ما عندهم في الهند حتى مشكل، ولكن تكوني انت اللي كتجيبي البنات وكتصيفطيهم عند الرجال، هادشي ماشي قانوني. داكشي علاش غادي يشدوا بريا. المهم بريا فاش غادي تشد بتهمه القياده غادي تبدا تبكي قدام القاضي، وقالت ان ظروفها خايبه وهي طالبه عندها مصاريف. داكشي علاش كانت كدير هادشي، واخا راه هي في الاصل ما عمرها ما دارت هذيك المهنه، يعني بشكل زعما كيف ما هي كانت غير كتنصب على هذوك الرجال وكتوهمهم انها غتجيب لهم بنات، وهي في الاصل ما عمرها ما جابت شي بنت لشي واحد. نقدروا نقولوا ان القاضي والهيئه اللي معاه شيئا ما تعاطفوا معها، خصوصا انها كانت مازال صغيره، وفي العود ما يحكموا عليها بالسجن غيحكموا عليها انها تخلص واحد الغرامه، وفعلا خلصت غرامه وخرجت. بري هذيك الساعه كانت ولفات الفلوس البارده، ولفات هذاك اللاكجوري لايف ستايل ديال لي مارك الغاليين والمطاعم الكلاس اللي ولات كتمشي ليهم، فضروري كان خاصها تدبر على سورس اخر ديال الفلوس، حيت المصاريف الشهريه ديال بريا ولات كتوصل حتى 20,000 روبيه. هاد المره غادي تحاول واحد شويه تبدل الخطه ديال النصب اللي كدير، غادي تدخل لواحد الموقع ديال المواعده وغادي تحاول تشوف شي واحد اللي لاباس عليه، تعرف عليه وتخليه يبغيها، ومن بعد تبدا تاخذ من عنده الفلوس ويصرف عليها ويعيشها في المستوى اللي بغات. فعلا في 2017 غادي تتعرف على واحد البيزنس مان اللي هو راجال سينغ، اللي كان باقي صغير في منتصف الثلاثينات. المهم تعرفت عليه ولات بيناتهم علاقه، وحتى انها مشات سكنات معاه في داره. ولكن هذا البيزنس مان غيرد البال ان بريا كانت المصاريف ديالها كبيره، كانت ديما كتطلب منه الفلوس بلا قياس. تما غادي يبدا يرد البال وبدا كيفهم انها ما تعرفاتش عليه حيت معجبه به او لا كتبغيه، ولكن تعرفات عليه وقبلات انها تدخل معاه في علاقه على قبل فلوسه. وفي هذيك الوقيته غادي يقرر باش يحبس العلاقه معها. بريا كيف ما غادي تعرف هذا الشيء بدات كتهدد فيه وكتبتز فيه، وقالت ليه انها غادي تخرج للصحافه وغتقول لهم باللي تعدى عليها، وغادي يطلب منه باش يعطيها واحد المبلغ ديال الفلوس اللي كبير الا بغى يسالي معها العلاقه، او لا غتمشي دير به شكايه وتقول لهم باللي تعدى عليها. غاجورال سينغ بما انه ما كان لا مزوج لا كيخون مراته، يعني ما عندوش علاش غيخاف، غيقول لها الا بغيتي تمشي عند البوليس سيري، ما عنديش علاش نخاف، وغيقول لها حتى انا غادي ندير بك شكايه ديال التهديد والابتزاز. بريا فاش غتشوف هادشي ما مسلكهاش، وغاجورال سينغ حتى هو مقطع الوراق اكثر منها وما عندوش منها شي خاف، غتقول ليه الا ما عطيتينيش الفلوس غادي نخوي الماء القاطع على اختك في الوجه ديالها. غاجورال سينغ كان عارف انها تقدر دير هادشي كامل اللي كتقول، فداكشي علاش غادي يبقى يسجل فيها في الوقيته اللي كتكون كتهدد فيه. غيسجل لها اكثر من 20 مكالمه وهي كتهدد فيه وكتبتزو بعائلته، ومع ذلك غيعطيها واحد المبلغ ديال الفلوس باش تعطيه اتساع ويتفك منها. ولكن بريا واش في نظركم غتقنع بداكشي اللي غادي يعطيها وغتمشي؟ لا، بريا ما كانتش باغا شويه ديال الفلوس صافي، بريا كانت باغاه ديما يبقى يعطيها الفلوس ويدير لها شهريه باش تبقى تصرف على راسها، لدرجه انها غتبدا تقول ليه راه حامله منه. المهم هادشي كان كله كيسجلوا التهديدات ديالها والابتزاز. وفي سنه 2018 غيدي هاد المكالمات كاملين عند البوليس وغيدير بها شكايه، وفعلا غادي يعتقلوه. الغريب ان حتى هاد المره بريا غتخرج بكفاله وغدير لقاء صحفي مع الصحافه الهنديه، وغادي تشوه هاد غاجورال سينغ، غادي تقول فيه اللي فيه واللي ما فيهش. قالت لهم كنت كنبغيه وضحك عليا، وقالت انه كان كيضربها فاش كانت عايشه معاه. والصحافه طبعا بداو كيكتبوا بلا ما يكونوا عارفين الحقيقه. ومن وراء مده قصيره باش خرجت من الحبس بكفاله، باقي حتى ما سخنات بلاصتها، بريا بدات كتقاد في خطه اخرى باش تنصب على شي واحد اخر. وهاد المره فين غادي يبان لها البلان؟ غيبان لها في تطبيق المواعده تيندر. وفي تيندر غتلقى جوج ديال الحوايج، غتلقى حب حياتها وغتلقى اخر ضحيه في حياتها. بريا هذيك الساعه غتكون عندها 27 سنه. في تيندر غادي تتعرف على واحد الولد اللي عنده 21 سنه اللي هو ديوكشانت كامرا. ولكن هنا بريا غادي تحس انها فعلا انجذبت لهذا الولد وحسات بشي حاجه تجاه ديالو. كان ولد صغير زوين وكان ممثل وعارض ازياء مبتدئ، يعني كان يلاه كيبني الكارير ديالو. كان شخص اللي باغي يبدل حياته وما كراش انه يولي من الممثلين المشهورين في بوليود. داكشي علاش كان كيقبل بادوار صغيره في بزاف ديال الافلام الهنديه، لعل وعسى شي نهار شي واحد
يشوف الموهبه ديالو ويقدر يصنع منه نجم. دوكشانت في واحد الفتره غادي يوقعوا ليه مشاكل ولاو عنده ديون، فاضطر انه يهرب من مومباي اللي كان عايش فيها وغيجي لمدينه جيبور. هاد دوكشانت كان عنده واحد صاحبه من الطفوله اللي هو لاكشاي فاليا. علاش كنهضر لكم على هاد جوج ولاد؟ حيت غيكونوا شخصيات مهمين في هاد الشيء اللي غادي نسمعوا من بعد. المهم دوكشانت ولاكشاي كانوا صحاب بزاف ما كيتفارقوش وفاهمين مع بعضياتهم. غنرجعوا عند بريا اللي فاش تعرفات على دوكشانت في تيندر ولات علاقه بيناتهم، ولكن هاد المره كيف قلنا قبل ان بريا على غير المعتاد حسات بالاعجاب او الحب مع هاد دوكشانت. ما علينا، بجوج بيهم كراو واحد لابارتمون من عند واحد السيده وكذبوا عليها، قالوا لها انهم مزوجين وغيوليو عايشين مع بعضياتهم. وحتى هاد لاكشاي صاحب دوكشانت كان ما كيتفرقش عليهم، يعني هاد ثلاثه غادي يوليو اغلب الوقت مع بعضياتهم، كيخرجوا كيسهروا في الدار، يعني ولاو بثلاثه صحاب اللي ما كيتفارقوش. والصحبه ديالهم كانت دايره غير على الكوكايين الحشيش، وطبعا بريا هي اللي كانت كتشري هادشي كامل من الفلوس الضحايا اللي ديجا قلبات ونصبات عليهم. هاد جوج صحاب كان كيصحاب ليهم ان بريا خدامه شي خدمه في شي وكاله ديال السفر وكتخلص مزيان، حيت كانوا كيشوفوا المستوى اللي كتعيش فيه، اللبس والفلوس اللي كتخسر بلا حساب. ومن ورا واحد الفتره قصيره دوكشانت غادي يعرف ان بريا ما خدامه ما والو، وهذاك اللايف ستايل اللي كانت عايشاه كان غير من فلوس النصب والابتزاز على الرجال. وللاسف غيكون فات الحال باش يمشي ويخليها، حيت حتى هو غيكون ولف هذاك المستوى ديال العيشه، ولف ياخد عندها الفلوس. المخدرات اللي كان كيشريه هي اللي كانت كتعطيه فلوسهم، فمنين غيجيب هادشي كامل الى تفارق معاها. المهم غيبقاو مع بعضياتهم حتى غيساليو هذوك الفلوس، وفعلا الفلوس بداو كيساليو، ما غيبقاش عندهم لا باش يعيشوا ولا باش يخلصوا الكرا وياخذوا المخدرات. وبريا كان ضروري خاصها تلقى شي فيكتيم اخر اللي غتبتزو وتنصب عليه، المهم خاصها تدبر على الفلوس. فاشنو دارت؟ غادي تدخل مره اخرى لتيندر، بقات كتسوايبي وكتقلب على اخر ضحيه. وهاد الضحيه مخصوش يكون اي شخص، خاصو يكون شخص اللي لاباس عليه بزاف، حيت بريا غادي تقرر هي وديكشانت ولاكشاي باش يخطفوا شي واحد اللي لاباس عليه ويطلبوا منه بزاف ديال الفلوس. وهاد الشخص غادي يكون هو دوشانت شارما اللي هضرنا عليه في الاول. دوشانت فاش قاد البروفايل ديالو في تيندر غادي قاد معاه شخصيه وهميه اللي ما كتشبهش ليه في الحقيقه. هو في الحقيقه شخص اللي انطوائي، داخل سوق راسو، مزوج، عنده عائله، ما كيهضرش مع البنات. ولكن الشخصيه الوهميه اللي غادي يدخل بها لتيندر كانت شخصيه مختلفه تماما. كان كيبان شخص اللي اجتماعي، كيبغي يدير علاقات، وحتى انه ما كانش داير الاسم الحقيقي ديالو في تيندر، كان مسمي راسو فيفان، وكان كيعرف براسو على اساس انه رجل اعمال كبير ومليونير وعنده بزاف ديال المشاريع في مختلف المدن ديال الهند. وهذا الكذوب هو اللي غادي يخلي دوشانت يكون اخر ضحيه لبريا. غيت ما تشوف تيندر تعرفوا على بعضياتهم. دوشانت طبعا عرف راسو على اساس انه مليونير ورجل اعمال، وبريا عرفت راسها على اساس انها البنت زوينه طموحه. دوشانت وبريا غيتلاقاو شحال من مره في كافي، مره في مطعم، تعرفوا كثر على بعضياتهم. كان دوشانت كيخرج من الخدمه قبل من الوقت باش يتلاقى معاها، ونهار على نهار لقى راسو كيتعلق بها. وبريا طبعا كل ما كانت كتحس انه كيتعلق بها كانت كتعرف انه غيكون ضحيه اللي سهله. من النهار اللي تعرفوا على بعضياتهم ما عمر كانت بيناتهم علاقه جسديه، واخا كانوا كيتلاقاو وكيتشاوفوا. وهذا الشيء كان خطه مدروسه من عند بريا باش تخليه ديما تابعها وكيقلب على داكشي اللي اصلا هو داخل تيندر على قبله. ونهار 2 ماي 2018 بريا هي ودوكشانت ولاكشاي كانوا مقادين الخطه ديالهم. الخطه كانت كالاتي: بريا غادي تعرض على دوشانت للدار على اساس غتكون بيناتهم علاقه لاول مره، وفاش غيوصل دوشانت للدار غيكونوا ديجا الولاد بجوج مخبيين في الدار وكيتسناو فيه. ومن بعد غيخرجوا، غيعطيوه قتله ديال العصا، غيربطوه وغيبداو يهدوا فيه باش يعطيهم واحد المبلغ ديال الفلوس اللي كان كبير. هذاك النهار بريا صيفطات ميساج لدوشانت، عطاتو العنوان فين غيجي عندها. ودوشانت كيف ما كلنا عارفين كيف ما وصلوا الميساج لبس حوايجو، هز الطوموبيل ديال باه وخرج على اساس غادي يحل شي مشكل في الخدمه. غيمشي نيشان العنوان اللي عطاتو بريا. كيف ما دق الباب غتحل عليه، كان فرحان وما قاده فرحه، حيت كان كيصحاب ليه باللي غيدوز اجمل ليله رومانسيه في حياته. وبريا كان كيصحاب ليها ان هذيك الليله غادي تضرب ضربتها من عند هذا المليونير وما عمرها غتعاود ترجع للفقر مره اخرى. ولكن حتى واحد فيهم ما كان متوقع السيناريو اللي غادي يوقع هذيك الليله،
المهم دخلوا للدار، جلسوا، بداو كيهضروا. واحد شويه بريا غادي تقول ليه باللي غتمشي للحمام تاخذ دوش وترجع. دوشانت قال لها اوكي، بقى جالس شي دقايق قلال كيتسنى فيها حتى غيتصدم بجوج ديال الرجال كينقزوا عليه، ما عرفوهم من خرجوا وبداو كيضربوا فيه بالكروشيات والشمالات. دوشانت ما كان فاهم والو، كان كيسحب ليه في الاول ان هاد الجوج شي شفاره او عصابه دخلوا للدار ديال بريا بلا ما تكون هي عارفه، حتى كيتصدم بالسيده خرجات وبدات حتى هي كتضرب فيه. وعاد بدا واحد شويه كيفهم انه طاح في ايد واحد المجرمه هي والعصابه ديالها. فاش غيربطوه مع الكرسي غيخويو ليه جيابو، لقاو فيهم شي فلوس اللي كانت قليله وجوج ديال لي كارت كيشي والبيرمي ديالو والهويه ديالو. الصدمه ديالهم هي فاش غيقراو السميه ديالو اللي هي دوشانت شارما، ماشي المليونير اللي سميتو فيفان كولي. وهنا بريا غتعرف انه كان كيكذب عليها والاسم الحقيقي ديالو هو دوشانت ماشي فيفان، وغتاكد انه ما مليونير ما حتى حاجه. بريا تعصبات وبدات كضرب فيه في وجهه، غير تصرفيق وقالت ليه قول لي شكون انت، واش دوشانت ولا فيفان؟ طبعا غيقول لها سميتي دوشانت، وهذاك الاسم ديال فيفان كان غير اسم مستعار اللي دايرو في تيندر. دوشانت غيقول لها المهنه ديالو الحقيقيه باللي راه غير موظف عادي، وتما بثلاثه بهم مره اخرى غيبداو يضربوا فيه غير ايدهم وفنجات، حيت من شحال هذا هما كيخطوا لهذا الشيء. وفي الاخر صدق السيد كذب عليهم في كل شيء. دوشانت قال لهم خليوني نمشي في حالي، وكنوعدكم انني غنوجد لكم واحد المبلغ ديال الفلوس اللي هو 80,000 روبيه وغنصيفطو لكم. غيقولوا ليه باش يحل الكونت ديالو في التليفون باش يشوفوا واش فعلا عنده هاد الفلوس في الكونت. غيحل لهم الكونت، ولكن الكونت كان خاوي، كانت فيه غير شي حاجه اللي قليله. هنا كان كيسحب لهم ان دوشانت كيكذب عليهم وكيقلب غير على شي طريقه باش يهرب، ولكن في الحقيقه ما كانش كيكذب، حيت فعلا كان عنده شيك في البسطام ديالو بقيمه 80,000 روبيه. هاد الشيك كان ديال شي واحد اللي مسلف ليه دوشانت الفلوس وعطاه شيك. دوشانت قال لهم ممكن تاخذوا هاد الشيك وتدفعوه في البنك وتاخذوا الفلوس. فعلا غيلقاو في البسطام الشيك بنفس المبلغ اللي قال لهم، وهداك الشيك كان اللي حامله، يعني اي واحد يقدر يصرفه، ماشي بالضروره يكون دوشانت. غتعجبهم الفكره ولكن كانوا باغيين يتاكدوا، وغيقولوا لدوشانت باش يتصل بهاد صاحبو اللي سميتو ماهيش باش ياكد لهم ان عنده الفلوس في حسابه، وحتى الا مشاو الغد ليه يدفعوا الشيك يكونوا متاكدين انهم غياخذوا الفلوس. دوشانت بالنسبه ليه هاد المكالمه اللي غيدوز كانت مكالمه حياه او موت. فعلا غيعطيو التليفون باش يتصل بصاحبه. كان التليفون كيصوني ودوشانت شاداه الخلعه وكيتمنى ان صاحبه يكون عنده الفلوس في الحساب، ولكن فاش ماهيش غيجاوبو غيسمع الجواب اللي ما كانش كيتمناه. قال ليه دوشانت بلا ما تدفع هذاك الشيك حيت الحساب ديالي ما فيه والو، وسمح لي ما غنقدرش نوجد لك الفلوس دابا. ومن ورا هذا الجواب غيحيدوا ليه التليفون، وهديك الساعه هي فاش باه راميش اتصل به وبقى شحال وهو كيصوني ولكن قطعوا عليه. ومن بعد فاش عاودت مراته صونات عليه غيخليوه يجاوب باش عائلته ما يشكوا في والو وما يمشيوش عند البوليس يبلغوا. وتما هي فاش دوشانت قال لمراته راه مازال معطل، غير سيري تنعسي حتى نسالي هذا المشكل اللي عندي مع البوليس وغادي يرجع للدار. من ورا هذه المكالمه ديك شانت ولاكشاي غيسدوا لدوشانت فمو بشي طرف ديال الثوم وغيديروا ليه بلاستيكه على راسو وبداو كيخنقوا فيه. هذيك الساعه ما كانوش كيحاولوا يقتلوه ولكن كانوا غير كيعذبوه وكيخلعوا فيه باش يشوف شي طريقه اللي غادي يعطيهم بها الفلوس. بقاو واحد المده وهما كيعذبوا فيه وكيضربوه، ومن بعد غادي يجلسوا يرتاحوا واحد شويه. وتخيلوا ان بريا صيفطات واحد فيهم باش يمشي يجيب شي حاجه يتعشاو بها، عاد يشوفوا اشنو غيديروا مع هاد دوشانت. بريا غادي تقترح عليهم باش الغد ليه مع الصباح يعيطوا لعائلته ويطلبوا منهم فديه، اولا معمرهم ما غيشوفوا ولدهم. وفعلا غيصبح الصباح غتمشي تفيق دوشانت اللي كانوا مازال رابطينه، وقالت ليه باش يتصل بباه ويقول ليه يصيفط 80,000 روبيه في الكونت ديالو. دوشانت غيقول لها ان باه ما عندوش هذا المبلغ في حسابه وما عندوش منين غيجيبه، ولكن بريا كانت مصره انه يتصل به ويقول ليه يصيفط الفلوس. هذيك الساعه غادي تكون وصلات 10 ديال الصباح. راميش غادي تبان ليه النمره ديال ولده كتصوني، وكيف ما غيجاوب غيسمع دوشانت كيبكي وكيقول ليه بابا الا ما صيفطتيش الفلوس دابا في الحساب ديالي غادي يقتلوني، عافاك شوف كيفاش غدير وصيفط ليا 80,000 روبيه. راميش قبل حتى ما يهضر مع ولده بريا غادي تاخذ التليفون وغتقول ليه الا فتي الربعه ديال العشيه ترحم على ولدك. غيقول لها باللي الوقت ما غيقدوش باش يقدر يوجد لها هاد الفلوس كاملين. بريا غتقول ليه شحال ديال الفلوس اللي موجودين عندك دابا. غيقول لها عندي 30,000 روبيه هي اللي كاينه في البنك ديالي. بريا قالت ليه اوكي 30,000 روبيه يكونوا في الحساب ديال دوشانت من هنا ل 20 دقيقه،
والباقي يكون عندي قبل ما يتنص الليل. راميش غيبدا يطلب فيها باش ما يأديوش ولدو وما يديروا ليه والو، ولكن بريا كيف كيقول راميش في واحد الانترفيو انها بدات كتعاير فيه بالهضره الخايبه. قال انه ما عمره ما سمع شي مرة في حياته كتعاير بهذيك الطريقه وهذيك الهضره. عائله شارما هذيك الساعه ما كانش عندهم الوقت الكافي اللي يزيدوا يضيعوه، حيت كل دقيقه كدوز كتعني انه ممكن ما عمرهم ما يشوفوا ولدهم. راميش غيمشي كيجري للبنك ديالو. فاش غيوصل للبنك غيدخل عند المدير وغيطلبوا باش يدير ليه واحد الفيرمون للكونت ديال ولده، حيت الكارثه ان راميش هذاك المبلغ اللي كان عنده كان بلوكيه وما يقدرش يصيفط منهم او يخرجهم هذيك الساعه. فاش غيطلب المدير ديال البنك وغيشرح ليه انها مساله حياه او موت وخاصو ضروري يصيفط الفلوس، المدير ديال البنك غيقول ليه اسيدي راه ما يمكنش نخرق القانون، انت راك مبلوكي الفلوس، خاص تمشي للبنك المركزي وتدخل عند المدير باش دير واحد الطلب، عاد ممكن يقدروا يخليوك تصيفط هذوك الفلوس. راميش واخا عيا ما يشرح ليه كان هذاك هو القانون عندهم، وطبعا راميش غيطلع للبنك الكبير باش يدير هذوك الاجراءات. ولكن هذيك الساعه ما بقاش بزاف ديال الوقت باش تسالي هذيك 20 دقيقه اللي عطاتو بريا كانت كتشوف الساعه وكان الشر كيخرج لها من عينيها، وهذيك الساعه كانت فاتت 20 دقيقه وقال لها راسها انهم كيتفلاو عليها وما غيصيفطوا ليها والو. وهنا غادي تقول لصحابها ديكشانت ولاكشاي باش يقتلوا دوشانت. واحد منهم اللي كان هو لاكشاي غيقول لها لا، حنا ما اتفقناش على هذا الشيء، ماشي هي هذه الخطه ديالنا، حنا اتفقنا باش نخطفوه نهدوه نبتزوه وناخذه من عند عائلته فديه، ولكن ما اتفقناش على القتيله. بريا قالت لهم ما يمكنش نخليوه يخرج حي من هنا، حيت الا دوشانت خرج حي من عندنا غيبلغ علينا البوليس وكلنا غنمشيو للحبس. ديكشانت ولاكشاي غيقتنعوا بالهضره ديالها وغادي يخشيو لدوشانت بلاستيكه في راسو وبداو كيحاولوا انهم يخنقوه. واحد فيهم غيجلس ليه فوق الصدر ديالو وبدا كيحاول يزير ليه البلاستيكه على راسو، ولكن واخا هكاك دوشانت كانت مازال فيه الروح. وفي هذه اللحظه بريا غادي تجيها واحد الحاله ديال السعار وغتمشي كتجري للكوزينه هزات موس كبير وتخيلوا غتقول لهم بجوج بكم حيدوا انا اللي غادي نعرف ليه. دوشانت كان مازال حي وماشي ذبحاتو في ساع اولا ضرباتو بالموس في كرشو، تخيلوا انها بقات كطعن فيه بالموس في الحلق ديالو تماما كيف كتوصف هي كانت كتهز ايديها وكتخشي ليه الموس في عنقو نيشان. شحال من مره كانوا 10 ديال المرات وهي كطعن فيه في عنقو، وتما الدم غادي يطير في السقف في الحيوطه الناموسيه كلها ولا الدمايات. ودوشان ثواني قليله بقى كيتركل وهما كيشوفوا فيه حتى خرجت ليه الروح. المجرمين بثلاثه غيبداو يمسحوا في هذاك الدم من الحيوطه والارض، غادي نلويو دوشانت في واحد الملايه حتى يشوفوا اشنو غادي يديروا ليه. من بعد غيدوشوا وبدلوا حوايجهم وبداو كيفكروا كيفاش غيديروا الجثه. بريا هي واحد فيهم غيهزوا الموتور وغيمشيو لواحد المحل باش يشريو باليزه كبيره. غيلقاو تقريبا محل واحد اللي حال ديال واحد السيده اللي غتبيع لهم باليزه كبيره في الموف. خداوها عندها وفاش بداو راجعين في الطريق غادي توصلهم نوتيفيكاسيون في التليفون ديال دوشانت باللي باه راميش شارما صيفط ليه الفلوس، حيت راميش فعلا طلع للبنك المركزي وطلبهم باش يديروا ليه الاجراءات في ساعه وقدر انه يصيفط الفلوس باش يعتق ولده. ولكن للاسف هذيك الساعه كان فات الفوت. كيف ما وصلتهم نوتيفيكاسيون غيطفيو التليفون وغيمشيو لاقرب ام باش يتيريو الفلوس. الماكسيموم ديال الفلوس اللي قدروا يخرجوا كان هو 25,000 روبيه. راميش فاش غيصيفط لولدو الفلوس غيمشي مباشره عند البوليس، كان كيبكي وغيدخل عند واحد المحقق اللي سميتو سينغ، غيقول ليه ماتوا ليا جوج ديال الاولاد، عافاك ما تخليش الولد اللي بقى عندي يمشي. المحقق سينغ فاش غيعرف اشنو وقع غياخذ الارقام ديال صحاب دوشانت كاملين وغيعيط لهم واحد واحد باش يشوف واش شي واحد فيهم عارف شي حاجه. وفعلا واحد من صحابو اللي سميتو باريك غيعطيهم راس الخيط، غيقول لهم ان الحاجه الوحيده اللي عارف ان دوشانت مؤخرا تعرف على واحد البنت من تيندر، وهاد البنت كتسكن في واحد المنطقه اللي هي باجاج نجار، وهذه هي الحاجه الوحيده اللي قدروا البوليس يعرفوا. في البلاصه غيعلموا الدوريات ديال البوليس اللي كاينين في منطقه باجاج نجار باش يردوا البال الا بانت لهم الطوموبيل ديال دوشانت. راميش وعائلته داروا اللي عليهم وبقاو كيتسناو شي اخبار من عند البوليس. والغد ليه البوليس غيلقاو باليزه كبيره في الموف محطوطه في واحد البلاصه خاويه في منطقه باجاج نجار. طبعا ما غيقدروش يحلوها حتى غتجي الشرطه الخاصه بالمتفجرات هما اللي غيحلوها، وطبعا ما غيلقاوش فيها قنبوله، غيلقاو فيها الجثه ديال دوشانت في وضعيه الجنين، وكانت الجثه ديالو بدات كتحلل وكتعطي الريحه.
غيديو الجثه لمستودع الاموات، وغتجي اصعب لحظه فاش غيعيطوا لعائله دوشانت باش يتعرفوا على ولدهم، حيت الجثه كانت مشوهه بواحد الطريقه خايبه بزاف. وولد العم ديال دوشانت هو اللي غادي يدخل يتاكد من الهويه ديالو، وفعلا غيأكد لهم ان هي الجثه ديال دوشانت. اصعب لحظه كيقولوا البوليس اللي كانوا حاضرين في السبيطار ان باه مسكين طاح في الارض وكان حاط جبهته في الارض وكيبكي وكيقول مشى ليا كل شيء في حياتي، علاش ربي ديتي ليا حتى هاد الولد الوحيد اللي عطيتيني. المجرمين بثلاثه غادي يعاودوا يباتوا ليله اخرى في الدار، خرجوا مبلغ اخر ديال الفلوس من الحساب ديال دوشانت، وهزوا الطوموبيل ديالو باش يهربوا بها لمدينه اخرى. غيوقفوا الطوموبيل في واحد البلاصه باش ياخذوا شي حاجه من الحانوت، ومن بعد يشدوا الطريق حتى غيوقفوا عليهم البوليس، حيت كان هذاك المحقق ديجا علمهم باش يردوا البال الطوموبيل اللي كانت من نوع هيونداي. غيحلوا عليهم الباب، قلبوهم بثلاثه، شافوا واش عندهم شي سلاح اولا شي حاجه هازينها معاهم. سولوهم منين جاتكم هاد الطوموبيل، قالوا انها ديال واحد من صحابهم. البوليس غيسولوهم فين هو هاد صاحبهم، بقاو ساكتين. وواحد شويه بريا غير راسها غادي تقول للبوليس حنا هما اللي كتقلبوا عليهم. داوهم مباشره لمركز الشرطه وغيبداو يسولوهم اشنو وقع لدوشانت. بريا قالت لهم انه كان صديق ديالنا، وقعت بيناتنا شي حاجه، تخاصمنا وقتلناه، ولكن من بعد غادي تعاود التفاصيل كاملين في بزاف ديال لي زانترفيو من نهار اللي تعرفات على دوشانت حتى النهار ديال الجريمه. في سبتمبر 2018 غتبدا المحاكمه ديال بريا وديكشانت ولاكشاي، بثلاثه بهم عند البوليس، حتى واحد فيهم منكر الجريمه اللي دار، ولكن في المحكمه غيتقلبوا على بعضياتهم، خصوصا فاش غيسولهم القاضي شكون اللي خطط باش يقتل دوشانت. بريا قالت هي اللي خطات الجريمه، ولكن صحابها هما اللي نفذوا. لاكشاي قال لا، بريا هي اللي خطات وهي اللي قتلت دوشانت. اما ديكشانت قال انهم بثلاثه شاركوا في كل شيء. المحاكمه ديالهم غادي تبقى تقريبا 5 سنين، حيت كانوا كل مره كيبدلوا الاقوال ديالهم، والقضيه ولات ترند في الهند ودخلوا فيها بزاف ديال الجمعيات الحقوقيه. واخيرا سنه 2023 غادي يحكموا عليهم بثلاثه بسجن المؤبد بتهمه الاختطاف والتهديد والابتزاز والقتل العمد. وكانت هذه القضيه واحده من اكثر القضايا اللي معروفين في الهند، وبالضبط في مدينه جايبور. اكثر جوج الناس اللي بقاو فيا في هذه القضيه هو الاب ديال دوشانت راميش شارما، وحتى الاب ديال بريا الاستاذ الجامعي مستر شوك، اللي كان كيفتخر ببنته، كان فرحان بها، وكان كيسحب ليه انها غتخرج شي حاجه حتى صدقات وحده من اخطر المجرمين في الهند. وهنا غنكون ساليت القضيه ديال اليوم، كنتمنى تكون عجباتكم. ما سخيتش بكم، تهلاو في ريوسكم، نشوفكم في الفيديو الماجي ان شاء الله.